السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد وموضوع جديد. قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، واهم حاجة طبعا هو الصلاة على النبي. معانا النهاردة مباراة افتتاحية بالنسبة للأهلي في الدوري المصري، مباراة تجمع بين الأهلي المصري والمصري البورسعيدي. انا بتوقع المباراة بالرغم من خسارة الأهلي في المباراة اللي فاتت قدام اتحاد الجزائر، إلى أن أنا بتوقع إن هيحاول يعدل ويصالح الجمهور بمباراة بدائية في الدوري المصري، وبذلك أنا بتوقع إن المباراة هتنتهي 3-1 لصالح النادي الأهلي. وانتوا كمان اتوقعوا معايا المباراة تنتهي كام ومين اللي هيكسب. شكرا جدا على الدعم الرهيب في الفيديو اللي فات، بتمنى تدعموني أكتر، وكل ده بدعمكم وفضلكم عشان ننزل اكتر واكتر. وده كان فيديو في السريع بتوقع لمباراة الاهلي والمصري في الدوري المصري. كان معكم حسن رفعت، وده كان فيديو في السريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهم حاجة طبعا ما ننساش نصلي على النبي. مكرونه في 5 دقايق. دي المكرونه ودي الصلصه انا ببقى عاملاها قبليها ومجهزاها بسمنتها وزيتها وملحها وفلفلها وتوابلها ومسوياها جاهزه كده. تقعد معاكي كده في التلاجة اكتر من 15 يوم ما يحصلهاش اي حاجه، في التلاجة مش في الفريزر. تطلعيها تعملي منها المكرونه في ثانيه، في دقيقه، في اي وقت بقى انت محتاجاه. ودي طبعا الميه بتاعتنا. يلا بقى نعمل مكرونه، نسلقها بقى ونصفيها ونرجع لكم عشان وقت الفيديو بس ما يطولش. حطي بقى الصلصه اللي انت عايزاها وقلبيها وتبقى مكرونتك جاهزه وحكايه وروايه. بص الجمال، بص الجمال والحلاوه في ثانيه. عامل مكرونه جنب بقى اي حاجه بقى، جنب الهمبرجر، جنب اي حاجه، حكايه وروايه في ثانيه. مكرونه في 5 دقايق. دي المكرونه ودي الصلصه انا ببقى عاملاها قبليها ومجهزاها بسمنتها وزيتها وملحها وفلفلها وتوابلها ومسوياها جاهزه كده. تقعد معاكي كده في التلاجة اكتر من 15 يوم ما يحصلهاش اي حاجه، في التلاجة مش في الفريزر. تطلعيها تعملي منها المكرونه في ثانيه، في دقيقه، في اي وقت بقى انت محتاجاه. ودي طبعا الميه بتاعتنا. يلا بقى نعمل مكرونه،
نسلقها بقى ونصفيها ونرجع لكم عشان وقت الفيديو بس ما يطولش. حطي بقى الصلصه اللي انت عايزاها وقلبيها وتبقى مكرونتك جاهزه وحكايه وروايه. بص الجمال، بص الجمال والحلاوه في ثانيه. عمل مكرونه جنب بقى اي حاجه بقى، جنب الهمبرجر، جنب اي حاجه، حكايه وروايه في ثانيه.